كان آدم شاب عادي بيدور على سكن رخيص. بعد ما انتقل لمدينة جديدة لقى إعلان غريب على الإنترنت: بيته قديم للإيجار، رخيص جدا، بس الشرط ما تتكلمش بصوت عالي بعد نص الليل. السعر كان مغري والبيت فعلا واسع. فرغ شنطه وبدأ يعيش فيه، وكل حاجة كانت تمام أول يومين. لكن في الليلة الثالثة الساعة 12 بالضبط سمع صوت خفيف جاي من الحيطة ورا السرير. الصوت كان بيهمس باسمه: آدم. افتكر إن ده صوت جاري أو يمكن أوهام، لكن الصوت كررها تاني، أقرب المرة دي كأنه طالع من جوه الحيط نفسه: آدم اسمعني. الجو بقى تقيل والهواء برد فجأة، فمسك الموبايل وبدأ يسجل الصوت. ولما شغل التسجيل سمع في الخلفية صوت أنفاس ثقيلة، وبعدها جملة مرعبة: أنا مش جوا الحيط، أنا وراها. آدم وقف مصدوم، راح ناحية الحيطة، بدأ يخبط عليها، والمفاجأة الحيطة كانت بترد. صوت طرقات من الناحية التانية بنفس الإيقاع. فتح الكشاف، لاحظ إن في شق صغير بين الطوب دخل منه ضوء خفيف أحمر، ولما بص جواه شاف عين